الريتينول هيكون مفتاح سر بشرتك في نضارتها وشبابها وعلاج اصعب مشاكلها، بس خلي بالك واحذري من الثلاث حاجات اللي هقولك عليهم، خصوصا لو لسه مبتدئه. مش بس كده، هقولك كمان ازاي تستخدميه. ثلاث حاجات ممنوع تماما لو انت حامل او بترضعي ان انت تفكري اصلا تستخدمي الريتينول. تاني حاجه، لو انت مستخدماه عشان تعالجي صدفيه او حب الشباب فيفضل ان انت ما تستخدميهوش من نفسك، لازم تستشيري طبيبك. ثالث حاجه، الريتينول من الحاجات اللي بتزود الحساسيه جدا لاشعه الشمس، فما ينفعش تستخدمي الريتينول من غير ما تستخدمي واقي الشمس بتاعك. يلا بينا بقى اقولك ازاي تستخدميه. كلمه السر في الريتينول ان انت تستخدمي كميه قليله بالتدريج، بمعنى اول اسبوع هستخدم كميه قليله خالص مره واحده، تاني اسبوع مرتين، تالت اسبوع 3 مرات. الكميه اللي هستخدمها كميه قد دي، ايوه قد حجم البازلاك. لازم تهتمي كويس جدا بالترطيب مع الريتينول، بيفضل ان انت تستخدمي سيروم الريتينول بتاعك بالليل مش بالنهار. ولو ناويه بقى ان انت تقشري بشرتك فضروري ان انت توقفي الريتينول قبلها بكام يوم علشان ما يحصلش التهابات واحمرار. اخر واهم حاجه، الريتينول عايز استمراريه علشان تشوفي النتائج دي. هيحسن من ملمس بشرتك وهيعالج التصبغات والبقع الداكنه وهيقلل التجاعيد والخطوط الرفيعه وهيحفز انتاج الكولاجين، فبالتالي النتيجه دي تستاهل منك ان انت تاخدي بالك من شويه الحاجات اللي قلتها.